تخيل معايا تكون في مجتمع عائلي وتسولك خالتك دوك الخالات اللي كيجيبوا دوك الاسئله اللي محرجين، دوك الاسئله اللي كيجيبوا التويشه كيخلعوك، تسولك ديك السؤال ديال انت غادي نلحقوا بيك وغادي نشوفوا وليداتك، وتجاوبها بكل بروده وعينك في عينيها وتقول لها انا ما غاديش نولد الولاد نهائيا، كارثه ياك غادي يشوفوا فيك بحال قلتي لهم راني كناكل البوش بالشوكولاط. الاغلبيه فيهم غيحسبوك باللي معقد اناني هربان من المسؤوليه، ولكن واش خبارك باللي هذا الجواب اللي كان البارح كيتعتبر حماق ولا اليوم اكبر تيار صامت كيكبر وسط الشباب المغربي موجه سميتها اللا انجابيه. علاش الجيل كامل ولا مرعوب من فكره انه يجيب واحد الانسان لهذا العالم، هذا العالم المليء بالمعاناه، المليء بالامراض، مليء بالحروب؟ واش بصحوا لينا انانيين اكثر من القياس؟ ولا هذا الجيل هو اول جيل في التاريخ اللي وهب القالب؟ اجي نصدمك بالسبب الحقيقي اللي مخبي مورا هذا الشيء كامل. شحال هذه خطه الحياه كانت بحال شي كاتالوج ساهل مرسوم، تخدم تقرا تزوج ولد ولاد سميهم مهدي وفاطمه الزهراء. الاولاد كانوا كيتعتبروا مشروع تقاعد، كيقولوا لك باللي لو ولدتي راه غادي تلقى اللي غادي يعاونك في كبرك. ولكن دابا الشباب ولا الشابات يلا مقاتلين غير مع الكرا، مقاتلين مع الماكله ديالهم، مقاتلين مع داك الاكتئاب الموسمي. الاكتئاب الموسمي كيجي كل شهر كل مره، فكيقول مع راسو واش انا غنغرق وغنجيب معايا روح اخرى تشرب معايا الماء وتغرق حتى هي معايا في هذا البحر اللي انا غرق فيه. وزيد عليها واحد اللقطه اللي واعره بزاف ولا فهمتيها تكون خطير. تخيل تجيب دري وتلقى راسك كدير معاه دوك المعاملات دوك الاغلاط اللي داروه معك والديك، حيت كما كيقولوا فاقد الشيء لا يعطيه. الشاب دابا كيحل عينيه كيلقى العالم بحال شي حفله ساهل، والماكله فيها حماض، الغلاء، الاوبئه، ضغط نفسي، حروب. فكيقول علاش غنجيب انا ضيف لهذه الدنيا هذه؟ علاش غنجيب واحد لهذه الروينه؟ اشنو الذنب ديالو؟ وفي علم النفس وفي علم الاجتماع هذا الرفض ماشي دليل على الانانيه، ولكن العكس تماما. هذا الشيء كيتسمى التعاطف المفرط والقلق الوجودي. هذا الجيل واعي بزاف بواحد الحاجه سميتها الصدمات المتوارثه. شحال من واحد كيقول لك انا باغي نداوي غير راسي من العقد اللي كبرت بهم، عاد نجيب انسان باغي نخرج فيه دوك العقد ونزيدوا عقد اخرين. شحال هذه كان الانجاب واحد الحاجه اللي اجباريه اجتماعيا باش تبان راجل ولا تباني امراه قاده دارها. دابا ولا اختياري. الشباب قطعوا داك العقد الاجتماعي القديم وما كيقبلوش يجيبوا دري غير باش المجتمع يصفق ليهم ولا يرضى بهم، ولا باش يلقاو اللي يونسهم في الشيء ديالهم. يعني ملي كتلقى شاب ولا شابه رافضين فكره الاولاد، فهم في الغالب ماشي كارهين الدراري الصغار، هما غير خايفين ما يقدروش يوفروا داك الحب والامان المادي والنفسي اللي هما براسهم ما لقاوش في الصغر ديالهم. ودابا بغيت نسولكم وبغيت الصراحه، واش كتشوف باللي هذه الفلسفه ديال الانجابيه هي قمه الوعي والرحمه ولا قمه الانانيه والهروب من المسؤوليه؟ هبط الكومونتير وكتب لي الراي ديالك، حيت هذا الموضوع كيقيسنا كاملين واحد الحاجه اللي ولات كتنتشر في المجتمع المغربي بالاخص بواحد السرعه اللي كبيره. وقول لي الراي ديالك بلا زواق وبلا نفاق، ومرحبا بك في نفسيات، ودير شي متابعه ورايك. نشوفوك في الفيديو الجاي وتهلا.